القديس الأنبا أنطونيوس كان بيتعلم مش بس من الإنجيل إنما من الأحداث اللي حواليه. لما أبوه مات بص لأبوه الميت وقال له فين العظمة بتاعتك؟ فين قوتك؟ فين سلطانك؟ انت تركت العالم، خرجت من العالم بغير ارادتك، اما انا فاريد ان اخرج منه بارادتي قبل ان يخرجونني كارها. وتأثر بي. القديس الأنبا أنطونيوس كان غاوي تعليم. ايامه ما كانش فيه حد معلمين، لكن اول ما خرج كان بيعيش على حافة القرية، يبتدي يلقط الفضائل من الناس اللي حواليه، يتعلم من ده الهدوء، يتعلم من ده الصمت، يتعلم من ده التواضع، يتعلم من ده الوداعة، زي النحلة اللي تمر على زهور وورود تاخد رحيق من كل حاجة. حتى امرأة خاطئة مستهترة على حافة القرية خلعت ملابسها، قال لها انا تستحيل انك تخلعي ملابسك امام رجل. قلت له انت راهب؟ انت لو كنت راهب كنت تخش البرية جوانية. فقال ايوه ده صوت الله الي ولو من فم هذه المرأة. فدخل جوه البرية جوانية. كان انسانا يحب الله ويتعلم من كل حاجة، ومن خبرته في الحياة يتعلم، ومن حروب الشياطين يتعلم، وكون نفسه. وأيضا كان بيتعلم من الكشف الإلهي ليه.